اسفة اني بعرض الصورة دي، بس لازم اعرضها علشان نجيب حق اسلام، واقول قد ايه هو اتعرض لذل واهانة، وربنا يكفيكوا شر ذل الراجل وكسرة نفسه. حاجة لو اتمسحت من على الموبايلات عمرها ما هتتمسح من ذاكرة ونفس الناس، واولهم اسلام. ايه اللي حصل؟ تفاصيل جديدة بيرويها اسلام في يوم الواقعة. ايه اللي حصل بالظبط؟ يوم الواقعة بيقول ان هو اتفاجئ بأهل البنت بيقتحموا عليه البيت، وإن هما خدوه بالأسلحة البيضاء، وهددوه إن هو لو ما طوعهمش في أي حاجة إن هو هيعتدوا على والده ووالدته الناس الكبيرة. ومش بس كده، إن هما هيأذوهم وممكن يولعوا في البيت. فطبعا هو بقى خايف ومش عارف ايه اللي بيحصل، بقى في عدم استيعاب للي بيحصل، في حالة صدمة. خدوه وحطوه في شنطة العربية، يعني ده اختطاف. ومش بس كده، ده خدوه عندهم يعني احتجاز. بص عمالة شغالة انا في تهم. وخدوه، وبعد كده ان هو بيقول ان هو اتفاجئ بيهم ان هو بيضربوه ضربات شديدة جدا. ادي تهم جديدة. وان هو يعني بيزيلوا عنه بنطلونه، وبعد كده لبسوه البدلة اللي انتوا شايفينها دي. يعني هي ملهاش مسمى غير بدلة رأس، بس هنقول ملابس نسائية علشان الكلمة تقيلة قوي على لساني، بس انا حبيت ان انا اوضحها علشان اقول قد ايه هو كان نفسهم زلوها وكسروها. بيقول ان هو بعد كده فوجئ ان هو عمالين يضربوه ويسحلوه، وان هو بيزفوه في شوارع القريه، هو مش عارف في ايه بالظبط، ويقولوا له انت خاطب بنتنا. يقول لهم انا ما خطفتش حد، انا ما عملتش حد. وفعلا البنت قدام تحقيقات النيابه قالت ان هو ما خطفهاش، وان هم بيحبوا بعض من فتره، وهو جالها وتقدم مرتين وهم رفضوه. يعني الولد مش من ورا اهلها حرضها على ان هي تهرب، هي ذات نفسها اللي جات له. ايه اللي حصل بقى بالظبط بعد كده يا اسلام؟ هو بيقول ان بعد كده مشوا بيه في شوارع القرية. بقى هو بيقولوا له طب انت اللي حصل لك ده، انت مش بيقاوم؟ قال لهم انا كنت خايف ان انا اقاوم علشان هددوني زي ما قلت لكم بامي وابويا، وان هو مش عارف هيعملوا بقى ايه في البيت ويكسروه ويولعوا فيه. فكنت خايف وكنت بطاوعهم. بس بيقول انا لما بعد كده ابتديت اتفرج على الفيديوهات اللي هم صوروها لي، انا كنت شايف ان في حاجه غريبه، انا مش عارفه انا كنت بعمل كده ازاي. فعلا ماشي ولا بيده في الشوارع، وتحسوا ان هو كان في حاله لا وعي. هو بيقول وبيفسر النقطة دي، بيقول ان هو طلب منهم بق مية وهم خاطفينه واخبروه على الافعال اللي هم بيعملها. فلما عطوه بق المية كانت في كوباية. فبيقول بعد كده انا ما حسيتش انا بعمل ايه. هو بيقول انا ما فقدتش الوعي، بس بيقول يعني هو ما كانش حاسس بيعمل ايه. فهم اكيد حطوا له اي حاجه في الميه دي، الله اعلم بقى حبوب هلوسه، الله اعلم ايه اللي حطوا له في الميه. ان هو الولد كان ماشي اطلع اطلع انزل انزل لف لف اعمل كده باي 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 باي. ف في حاجة تحسه ان هو عارفة انه ماشي كأنه في حلم، في حالة لا وعي، مش عارف هو بيعمل ايه. هو ذات نفسه قال انا لما شفت الفيديوهات انا مكنتش عارفة انا بعمل كده ازاي، وفعلا كان في حالة صدمة. هو ما زالت حالته النفسية سيئة جدا بشهادة اخوه واخته ووالده ووالدته. حتى يعني اكبر حاجة في الموضوع ده جميلة هي مساندة اهل القرية اللي وقفوا معاه وبيساندوه لحد وقتنا الحالي، ومحبة الناس ليه ده بيدل ان الولد ده غلبان جدا وهو ما عملش اي حاجة ومظلوم. حتى لما سألوا اهل القرية هم ازاي عملوا كده وانتوا كنتوا فين، اهل القرية قالوا هم يعني اللي جرأهم ان اكتر رجالة اهل القرية كانوا في شغلهم. بس على الاقل لو كانت الستات يعني كانت عندها استعداد والله ان هي بيقولوا يطلعوا بغطيان حلل كان هيقطعوهم. بس هم استغلوا ان الرجاله كانوا في شغلهم، لانهم ما كانوش يجرؤوا ان هم يعملوا كده، والرجاله كانوا موجودين خالص. يعني فعلا هم اهل البنت دول او اللي عملوه دول بلطجيه واشباه رجال. حتى بيقولوا ان الرجال اللي كانوا واقفين التانيين دول اشباه رجال، مش رجاله حتى، ولا انصاص ولا ارباع ولا تمن رجاله. دول ان هم كانوا واقفين ما بيعملوش اي حاجه، وشاب زي كده بيتذل وبيكسر نفسه. فعلا حق اسلام انا صعبان عليا جدا جدا. وحتى هو بيقول اللي حصل ده كله لمدة ساعتين، تخيلوا ساعتين ضرب وكدمات وحاجات ومذلة وإهانة وتصوير
ولبس ملابس بالمنظر البشع دوت. كل دوت يعني انا اللي مبسوطة في الموضوع ان اصلا ان الشرطة جابت المتهمين او البلطجية دول في اقل من 6 ساعات، وهم ما زالوا محتجزين لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، وان شاء الله هياخدوا التهم اللي يستحقوها، لانهم عندهم تهم كتيرة جدا جدا قد تصل للاعدام. فان شاء الله خير يعني، وحق اسلام راجع وهو راجل وابن راجل. وهم كانوا بيستكتروا على شاب ضعيف غلبان. هم لو كان واحد يعني سوري في الكلمة صايع ولا بلطجي زيهم ولا كده ما كانوش يجرؤوا ان هم يعملوا كده، بس هم استقوا على واحد غلبان ومحترم ومؤدب واهله غلابة فاستقوا عليهم. مش بقول لكم دول اهلها او اللي عملوا الحاجة دي دول مش رجالة، دول ولا حتى حصلوا نسوان. حق اسلام راجع وان شاء الله نسمع الحكم فيهم في اقرب وقت جزاء لما فعلته ايديهم. سلام، وما تزعلش اسلام انت راجل واحد محترم جدا، وان شاء الله هيجيلك حقك وربنا ينصرك ان شاء الله.